المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في الحلقة 88 من الكرة مع العمدة، والحلقة 20 من حلقات الموسم الرياضي الجديد 2022-2023. مين المسؤول عن هزيمة النادي المصري من فريق أسوان في الجولة العاشرة من منافسات الدوري العام؟ سؤال داير في كل الجروبات والصفحات الخاصة بجماهير النادي المصري. اللي يقول لك حسام حسن السبب، واللي يقول لك حسام حسن هيعمل ايه؟ اللاعيبة هي السبب، واللي يقول لك أصل استاد السويس وشه فقر علينا، واللي يقول لك الحكم منه لله. كلام كتير خلانا كجماهير نمسك في بعض في التعليقات. لو حبينا نتكلم بالعقل والمنطق عن اسباب الهزيمه، لازم اولا نعترف ان هو ده الدوري المصري بتاعنا، دوري اخطف واجري. ممكن فرقتك تعمل ماتش هايل وتخسر، ممكن برضه تعمل ماتش زي الزفت وتكسب، واللي حصل للنادي المصري في ماتش اسوان ياما حصل له قبل كده، مع مدربين غير حسام حسن وعلى ملاعب غير استاد السويس الجديد. فاكرين يا جماعه الموسم اللي فات ماتشنا مع المقاولين في الدور الاول، واللي كان مع الكابتن معين الشعباني على استاد برج العرب؟ الماتش ده النادي المصري ماسك الكوره ومهاجم طول المباراه، المقاولين راح على مرمانا بكورتين بس، الكورتين دخلوا جواه، والماتش خلص 2-0 للمقاولين. وهنروح بعيد ليه؟ الموسم ده في الجوله الثانيه مع نادي بيراميدز، النادي المصري يكسب بيراميدز فوز تاريخي، لكن الماتش خلص تعادل سلبي بدون اهداف. الماتش ده كان مع الكابتن ايهاب جلال وكان على استاد برج العرب. دي امثله بسيطه، والدوري مليان امثله من دي كتير. عشان كده لازم نعترف ان في حاجه في كره القدم اسمها توفيق وعدم توفيق، والتوفيق وعدم التوفيق مش بيكون مع اللاعب وبس، بيكون كمان مع المدرب ومع الحكام. المدرب بيحط خطه وبيحط التشكيل المناسب لتنفيذ الخطه دي، واثناء سير المباراه طبيعي ان المدرب يعمل تغييرات في الخطه ويعمل كمان تغييرات في اللعيبه. عشان كده المدرب لازم يكون موفق في كل ده، لان ممكن اللي عمله يكون صح على الورق لكن يفشل في ارض الواقع. والحكم برضه محتاج التوفيق في قراراته، زي ضربه الجزاء اللي اتحسبت علينا في الدقيقه 97. الاعاده بتاعت اللعبه مش مبينه حاجه، والحكم بدل ما يروح للفار عشان يتاكد ما راحش خالص. الموقف ده برضه مش جديد علينا في الدوري المصري، على الرغم من ان المفروض في خبير اجنبي للتحكيم وفي ادوات بتساعد الحكم على اختيار القرار الصح. خلاصه الكلام، مفيش حد بعينه مسؤول عن هزيمه النادي المصري من فريق اسوان، كلها اسباب متداخله مع بعضها. احنا جات لنا فرص كتير كان ممكن نسجل منها جون واثنين وثلاثه، عشان كده التوفيق وعدم التوفيق هو السبب الاقوى، ولازم احنا كجمهور نعترف بده عشان نقدر نتعايش مع الدوري المصري بتاعنا وما يتحرقش دمنا كل شويه. والدليل على كلامي ان ضربه الجزاء اللي اتحسبت علينا في الدقيقه 97 لو كانت ضاعت كان الماتش هيخلص تعادل، لكن ربك اراد ان اسوان ياخد الثلاثه بونت ويستمر في صحوته، واحنا نخسر عشان نحزق ويتعكنن علينا من تاني. لو كنا على الاقل سجلنا هدف واحد بس من الفرص المحققه اللي جات لنا، كان حسام حسن هيبقى مدرب عالمي وتغييراته ساحره، واللعيبه زي الفل، واستاد السويس وش حلو علينا، ويا ريتنا كنا لعبنا عليه من زمان. على العموم مفيش وقت للحزن وتبادل الاتهامات. النادي المصري عنده ماتش مهم جدا مع نادي الداخليه يوم الاثنين 2 يناير في الجوله 11، وطبعا لا بديل عن الفوز عشان نعوض خسارتنا من اسوان ونستعيد التوازن في الجدول من تاني. كل التوفيق للنادي المصري في مباراته المقبله مع الداخليه. اعزائي المشاهدين والمتابعين، الى اللقاء في حلقه جديده من حلقات الكره مع العمده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. دمتم في رعايه الله.